يابا ما عادش قادر. ليه يا رب بتعمل فيا كده يا رب؟ ليه يا رب كده مريضني كده؟ الكلي وضربت والقلب وما عادش قادر ناخد نفسي. انت بتعمل فيا كده ليه يا رب؟ هو انا زعلتك في ايه بس؟ حتى السكر لما جاني وما عادش قادر. ما عادش قادر نتحرك لا شمال ولا يمين وكل الناس اتخلت عني. يا انا يا ابو فياض، ليه يا رب بتعاقبني العقاب دي؟ السلام عليكم. انا عملت ايه يا رب؟ يا ابو فياض السلام عليكم. لا برحمة قول الحمد لله. الحمد لله على ايه؟ هو انا عاد في حاجه نقول عليها الحمد لله؟ يا اخي قول الحمد لله. ما عادش قادر يا حاج بسيوني. طب اسمع يا ابو فياض، ربنا بيعمل فيا كده ليه يا حاج بسيوني؟ حرام عليك اتق الله ما تقولش كده. ما انا منين نقول كده من اللي فيي؟ بالراحه ربنا بيحب. والسكر عندي ما عادش قادر يا حاج بسيوني. بالراحه، انت عارف ان ربنا بيحبك يا ابو فياض. ربنا لو بيحبني ما كانش عمل فيا كده يا حاج بسيوني. يا اخي حرام عليك، ربنا بيحبك. ده ربنا ده ربنا اذا حب عبدا ابتلاه. وانت ربنا ابتلاك عشان تصبر وتصبر، فربنا يديك على صبرك دي خير، وانك ربنا ان شاء الله يكون هايم في حسابك هتدخل الجنة. انت عارف ان الصابرين، انت عارف الصابرين دول بيبقوا في الجنة. ما انا طول عمري صابر يا شيخ بسيوني، وبرضك المرض راكبني ما عادش قادر. احمد ربنا وقول الحمد لله يا رب. قول الحمد لله. الحمد لله يا رب. سيدنا ايوب أيوة. صبر 40 سنة. كان الدود ساكن في جسمه، وكان جسمه بيتساقط منه اللحم، وقال يا رب يا رب إني مسني الضر. يعني كان جسمه ساكن فيه الدود وجسمه بيتساقط، قول يا رب إني مسني الضر. شوف ربنا شفاه. واحنا هنجوا جنب سيدنا ايوب يا حاج بسيوني. صبر 40 سنة وانت مش عارف تصبر سنة ولا 2. خليك تجرب من ربنا واعرف ان ربنا اذا حب عبد ابتلاه. ابتلاه عشان تتجرب منه. الله يفتح عليك يا رب. وربنا ما تعرفش دي لأمر الله يخفيه. المرض دي ممكن يكون خير ليك اصلا. الله يفتح عليك يا بسيوني. خير فين؟ والله ما عاد قادر يا بسيوني يا اخي كده من اللي فيي. يا اخي انت ما تعرفش الخفايا، بس قول الحمد لله. ممكن يصيبك مرض يكون لك خير، ممكن يصيبك حاجه يكون لك خير، ممكن يكون رايح مشوار تتاخر عنه وانت بتقول لا يا رب كده اتاخرت ويكون لك خير. الحمد لله الحمد لله يا حاج بسيوني. ايوه الواحد لما يصبر على المرض، لما يصبر على اللي هيحصل له دي خير وربنا يجازيك في خير. طب انت عارف انت بتقول انت مريض سكر. طب يا بختك يا عم انك مريض سكر، يا ريتني انا مريض السكر. ضحكتني يا حاج. اي والله. انت عارف ان كل شكه بتنشكها كده بتاخد بها حسنه وبتتشال عنك خطيئه. الله يا حاج بسيوني لو على حسنات انا كده بنيت شكاره حسنات. طب انت تعرف ان مريض السكر دي ما بيتحاسبش في الجبر كمان. مريض السكر دي ربنا بيخفف عنه الحساب، وانك بتاخد بصبرك دي حسنات. عرفت؟ انت لازم تكون صابر على بلاء ربنا ولا ايه؟ اديني صابر يا حاج بسيوني. اصبر على بلاء ربنا وقول الحمد لله، وروح صلي ركعتين وقول يا رب. قول يا رب إني مسني الضر. مش قادر نروح نصلي. اتعكز وروح، طالما انت شايف وبتقدر تتحرك يبقى هتقدر تصلي. ماشي يا حاج. وقول يا رب اني مسني الضر، وتجرب من ربنا بقلب خاشع. ما تروحش تصلي عشان الناس تشوفك وانت بتصلي، دي اسمه رياء. هو ده اللي انا كنت بنعمله الاول. لا انا عايزك تروح تصلي عشان انت حابب انك تصلي وتتجرب من ربنا. الله يفتح عليك. تذلل لربنا في صلاتك عشان ربنا يشفيك ويعفو عنك، وكله الله يبارك لك يا بسيوني. الله يبارك لك. خلاص يا ابو فياض رطبت قلبي من جوه. قول يا رب يا رب واتكل على الله وروح صلي لك ركعتين وان شاء الله خير. ماشي يا حاج. يلا يا ابني. السلام عليكم. السلام يا حاج. انا هنروح نصلي ندعي ربنا حق يمكن ربنا يشفيني. الله يفتح عليك يا بسيوني.
نقول لك ايه يا عبد العال يا فزاع، في واحد جاي هناك اهو، اول ما نقول لك جنب جنبه يا دوب تجنب جنبه ونخطفوه تجري. لو ابوك بيجري وراك في رمه. من عناية حاج فزاع اليمين نحبشوها. خلي قلبك جامد يا عوضين. بس انا عاوزك تحبشه بسرعه يا عوضين. يا الله ما عليك انت، ده شغلتي. هو ماشي يتعوج ليه كده يا رجال؟ يمكن في تعويره في رجليه ولا حاجه. انت شو يا فزاع؟ يلا روح انت لسه تستنى. يا دكتور نقول لك ايه، السركه اطلع لنا بقى بره يا دكتور عشان خاطر احنا خاطفين واحد. بسرعه. احنا مش داخلين جوه عشان ما نتكشفوش. انت عامل له اختبارات وتحاليل وهو معانا في الدكتور. ماشي يا ابن عاوزين ادي عاوزين ايه معاك عند الشارع اللي جاي ده ماشي. حرص عبد العال. انا والله خايف يا رجال. بالراحه بس. هو ليه؟ ايوه اقف اقف. اهو يا اخويا وقفت. هو الدكتور اهو ما تقلقش. السلام عليكم. الله وبركاته. تعالى هنا. وانا يا دكتور وانا يا دكتور. تعالى يا دكتوره. حل. ده عنده الضغط والسكر. لا احنا مش مشكلة. اعضائه. الرئه ملتهبه يا حاج، احنا هناخد اعضائك وهنسيبوه. ايه الرئه ملتهبه. خش لنا على الكلى والقلب. ايوه ده اللي عاوزينه. احنا عايزين الحاجه اللي فيها جوه. عنده حصوتين في الكلاوي يحرق قلبه. والقلب ده مفيش حاجة سليمة خالص، خدوا رموه جايبينه ليه؟ يعني بعد البهدله ده كلها تطلع يومك اسود ما فيكش حاجه. كله منك انت، كله منك يا فزاع. يا عم لقح فين ودوبك كانوا تعالى ادوا كده لقح خش يا ريح حرق قلبك. عامل لك قحوه في السوق وكده لك انت مفيش حاجه فيك. لا تعالى بقى تعالى. الحمد لله يا رب، الحمد لله أنا كده أؤمنت. الحمد لله يا رب، الحمد لله. فعلا إن الله إذا حب عبد ابتلاه، وأنا عرفت إنك بتحبني يا رب. اسمعوا هذا الحديث: إن الله يكتب لعبده مكانا في الجنة لا يصلها بعمله، فيبتليه الله في الدنيا بالأمراض والهموم والأوجاع حتى يصل إلى هذه المكانة. فليحمد الله الإنسان، قد ما تصل بأعمالك لكنك تصل بما تصاب وتصبر على هذا البلاء في هذه الدنيا حتى ترتفع عند الله سبحانه وتعالى.